تخيل معايا انك كنت عايش من 1500 سنة، ولا عندك تليفون تصور بيه فضيحة، ولا عندك فيسبوك تنشر عليه بوستر تلقيح، ولا حتى عندك تويتر تكتب عليه هاشتاج. تفتكر يا معلم الناس دي كانت بتلقح على بعض ازاي؟ او كانت بترفع من شأنها ازاي؟ كان عندهم سلاح دمار شامل، اسرع من سرعة الضوء واخطر من اي ترند. السلاح ده كان هو الشعر. قصيدة واحدة بس كفيلة انها ترفع قبيلة مجهولة الى 7 سما، او تجيب مناخير اتخنها قبيلة 7 ارض. الشعر ما كانش مجرد كلام رومانسي بيتقال على البحر، لا، الشعر كان الاعلام، السوشيال ميديا، والمتحدث العسكري. كوبايه قهوتك المظبوطه او شايك المتين وركز معايا، عشان احنا هنا النهارده جايين نجيب حكايه الشعر من البدايه حتى يومنا هذا. نبدا من العصر الجاهلي. الشعر هنا هو كان السي في بتاع اي قبيله. الشاعر كان بمثابه السوبر هيرو. الناس دي من كتر هوسها بالشعر عملوا حاجه اسمها سوق عكاظ. والسوق ده مش زي السوق اللي عندنا بتروح تشتريش منه شويه طماطم وشويه خضار وتيجي، لا، ده اكبر مسرح راب باتلز في التاريخ كله. الشعراء يقفوا قصاد بعض والجمهور يتلم ويجيبوا شاعر كبير جدا يحكم ما بينهم، وكل واحد يدي التاني ديستراك على شكل قصيده هجاء يهزقوا فيها هو وقبيلته. ومن وسط العظمه دي كلها طلعوا لنا بحاجه اسمها المعلقات. القصائد دي من كتر ما هي جامده جدا خدوها وكتبوها بميه الذهب وعلقوها على استار الكعبه. تخيل معايا كده ان التويته بتاعتك تتاخد وتتبروز وتتحط على اهم مكان في الجزيره العربيه كلها. عندك مثلا يا سيدي عنترة بن شداد، ده كان الاكشن هيرو بتاع زمان. الصبح يقعد يطير في رقاب الناس، وبالليل يقعد يكتب شعر العبلة يداوب الصخر. إيه التلزيق ده؟ كان مثلا ليه ابيات بيقول لها فيها: ولقد ذكرتك والرماح نواهيل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. رومانسيه بطعم الدم. استنى كده، تصدق حلوه. مش بس عنترة، احنا كمان عندنا الملك الضليل امرؤ القيس. الراجل ده كان ابن ملوك، ساب الحكم والمسؤولية واتجه لمزاجه والشعر وشرب الخمر، لدرجة ان خبر مقتل ابوه جاله وهو بيشرب، بدل ما يقعد يلطم ويجهز جيشه عشان يروح ينتقم، قام جاي قايل الجملة الشهيرة بتاعته اللي لسه بتتقال لحد النهاردة: اليوم خمر وغدا امر. يعني نشرب ونتبسط النهارده وبكره نبقى نشوف موضوع الطار ده. مرو كايس ده بقى يا سيدي هو اول واحد اخترع ترند الوقوف على الاطلال. يعني يروح عند بيت حبيبته القديمه اللي سابته وسافرت، ويقعد يبكي ويكتب شعر عشان هي مشيت يعني من البيت. اشهر بيت قاله في الترند ده واللي بدأ بيه المعلقه بتاعته: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ومن ساعتها يا سيدي ومفيش شاعر ما قلدش امرؤ القيس. كل الشعراء بقى يبدأوا قصايدهم بالبكاء على الأطلال الأول. ندخل بقى على عصر صدر الإسلام. هنا الدنيا اتغيرت. هتقول لي الدنيا اتغيرت ازاي؟ قول لي رأيك في السبحة الأول. على فكرة حلوة. الإسلام جه نظف الشعر من الفخر الأعمى بالقبيلة والهجاء البذيء والخمر. الشعر خد فورمات جديد تماما، بقى سلاح للدفاع عن الحق وعن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا بيظهر نجم حسام ابن ثابت اللي لقب بشعر الرسول. الشعر ما بقاش بس استعراض عضلات لغوية، لا، الشعر بقى ليه هدف ورسالة بيدافع عنها. نخش بقى على العصر الأموي. هنا الدولة كبرت والأحزاب السياسية كترت، والشعر بقى قنوات إخبارية، كل حزب بقى ليه شاعر بيردح للحزب التاني. وهنا ظهرت أمتع حاجة في تاريخ الشعر: النقائض، ثلاثي الرعب، جرير، الفرزدق، والأخضر. التلاتة دول حرفيا قضوا نص عمرهم بيشتموا في بعض بالشعر. جرير يكتب قصيدة يمسح بيها كرامة الفرزدق الأرض، يقوم جاي الفرزدق رادد عليه بقصيدة تانية على نفس الوزن والقافية بس الشتيمة فيها مضاعفة. الناس كانت بتستنى قصايدهم زي ما انت بتستنى مسلسلات رمضان. الكوميديا هنا بقى انهم برغم كل الشتيمة دي كانوا بيحترموا فن بعض جدا. وقبل ما نروح للعباسيين هناخد توك توك صغير كده لحد الاندلس اللي هي اسبانيا بتاعت زمان. الناس هناك كانوا عايشين في طبيعة خضراء وانهار وجو اوروبي، فالشعر بتاعهم طلع رايق وهادي ومختلف تماما. ما بقوش يعيطوا على الاطلال زي بتوع الصحراء دول، ده اخترعوا حاجة اسمها المشحات الاندلسية. المشحات الاندلسيه دي كانت بمثابه اغاني البوب بتاعت زمان. وهنا بقى بدات تظهر قصه الحب اللي قلبت الدنيا، زي قصه ابن زيدون والاميره، ولاده بنت المستكفي اللي هي اشهر علاقه توكسيك في تاريخ الاندلس. حبوا بعض وسابوا بعض وفضحوا بعض قدام الناس كلها بالشعر. انا مش فاهم ايه الناس دي، عالم صايعه يابا. معلش بقى هناخد نفس التوك توك كده وهنرجع لورا تاني ونرجع الشرق، العصر العباسي.
العصر الذهبي. بغداد كانت نيويورك العالم وقتها، كنت تلاقي فيها كل حاجة وعكسها. تلاقي أبو نواس بتاع السهر والحفلات، وفي نفس الشارع سبحان الله تلاقي أبو العتاهية بتاع المواعظ والحكم والدار الآخرة. شارعنا. بس الأهم إن ده عصر الاحتراف والفلوس والتسعيرة. الشاعر من دول كان يكتب قصيدة يمدح فيها الخليفة، يطلع من عند الخليفة معاه شوالين دهب وبيت في الساحل. هنا بقى لو جيت قلت لي يا عم لوجيك، مين هو أعظم شاعر في التاريخ وأفخم واحد في الليلة اللي أنت بتقولها دي كلها؟ من غير ذرة تفكير هقولك المتنبي. المتنبي ده صاحبي حكاية لوحده. الراجل ده كان عنده إيجو وغرور تكفي الكرة الأرضية كلها. كان يكتب سطرين في مدح الخليفة وباقي القصيدة كلها بيمدح نفسه. من كتر ثقته في نفسه ليه أبيات مشهورة جدا جدا بتقول: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. يعني بيقول لنا الأعمى شاف شعري والأطرش سمعه، كان ناقص يقول لنا إن الميت صحي شافه. المتنبي كان الانفلونسر رقم واحد. كلماته كانت بتلف العالم كله، وصياغته للأبيات كانت هندسة مش مجرد كلام. الدنيا لفت، الشعر عدى عليه فترات ضعف وتقليد أعمى وبقى ممل، لحد ما جه العصر الحديث وظهر لنا 3 شعراء أعادوا إحياء الشعر من جديد: محمود سامي البارودي، وأحمد شوقي أمير الشعراء، وحافظ إبراهيم شاعر النيل. وعملوا مدرسة اسمها الإحياء والبعث، والمدرسة دي كانت اسم على مسمى. هم حرفيا انتشلوا الشعر من الضياع. يعني من الاخر كده جابوا الشعر من العناية المركزة وعملوا له CPR ورجعوا له الروح والهيبة بتاعت زمان. بعدها طلع اجيال جديدة عملت مدارس تانية زي المزني والعقاد، ودول بتوع الفلسفة والعمق. تقرا القصيدة من دول تحس انك بتحل تفاضل وتكامل. مدرسة ابولو والمهجر، وهو اسمه كده والله ما بتريق، دول بقى بتوع الرومانسية والحب والبكاء على الأطلال. وهنا بقى نوصل للمحطة الغريبة في تاريخ الشعر، حاجة كده اسمها الشعر الحر. طلعت في نص القرن العشرين. بيني وبينك كده الشعراء جابوا آخرهم، زهقوا وقالوا لك احنا طهقنا من القافية والوزن، انتوا وجعتوا دماغنا بيهم لسنين. قالك انا هكتب اللي يجي على دماغي وخلاص. السطر الأول يطلع كلمتين، السطر التاني يطلع 15 كلمة ملناش فيه، مفيش ولا وزن ولا قافية تحكمنا، أو أي كلام بيترص وخلاص بحجة التحرر. لو تسألني أنا الصراحة ده اسمه استسهال. يعني الشعر أصلا معمول عشان يبقى ليه رنة موسيقية وطعم. التحدي الحقيقي هو إنك تجيب كلمات ليها نفس المعنى وتطوعها وتحبسها جوه قفص الوزن وتقفل عليها بمفتاح القافية. هو ده اللي بيدي الشعر الرنة الموسيقية والطرب اللي يخليك تعيد البيت 100 مرة. انما الشعر الحر ده بحسه عامل زي اللي نازل ملعب والملعب مش مخطط ولا في حارس مرمى، نازلين يلعبوا وخلاص. هو كده برضه اي كلام بيترص وخلاص. وما تنساش تقولي تحت في التعليقات متفق معايا ان الشعر الحر ده مجرد استسهال والقافية هي الاساس، ولا عندك رأي تاني؟ طلعت بنت. في النهاية يا صديقي، العرب زمان يمكن ما بنوش الأهرامات من صخر ولا بنوا ناطحات سحاب من إزاز، لكنهم بنوا قلاع وممالك كاملة من الكلمات وسجلوا تاريخهم كله بأدبهم وشعرهم. لو عجبتك التفاصيل دي والرحلة الطويلة دي ما تنساش تدوس زر اللايك وتشترك في القناة. ولو كملت الفيديو للآخر فشكرا ليك. وما تنساش تقولي مين الشاعر المفضل عندك تحت في التعليقات. كان معاكم لوجيك، سلام.